استغفر الله العظيم يا رب. الواحد بقى عايش في وقت يا جماعه كل الناس بتتدخل في حياه كل الناس بشكل يضايق كل الناس، حتى المصرف بتاع الولا بص له فيه كده. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه بيبو بيبو بيبو. الله عليك يا خطيب، وليبو ليبو ليبو ما طلعش لعيب. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد، مساء شريف، مساء المفاجآت. النهارده حلقه المفاجآت السعيده يا جماعه، لكن كالعاده سؤال وتصويت في بدايه الحلقه. ان كانت هناك مفاجاه جدت في مصير جوزيه جوميز حاليا ممكن تعطل انتقاله للنادي الاهلي، بالنسبه لك المفاجاه دي سعيده ولا غير سعيده؟ طب ايه هي المفاجاه دول يا حبيب اخوك؟ قول لي رايك بس في التعليقات، وانا هقول لك ان شاء الله على كل التفاصيل. وانت بتقول لي اخبط عينك على عداد اللايكات، يلا اول ساعتين ثلاثه نوصل الحلقه دي 7-8000 لايك. دعم اخواتي جبار، انا دايما منتظره. اللهم يا رب فرجها على اخواننا وارحم شهدائهم وارحم موتانا جميعا وارحم ابي. اللهم احفظ ارض مصر من كل يد ارادت بها شر. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه وملناش دعوه يا مهي. ده تقريبا كده الجو العام حاليا اللي بيعيشه الفريق الاول للنادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمد يوسف وكابتن عماد النحاس. لا لينا دعوه بميديا، ولا لينا دعوه بازمات قمه، ولا بتعاقدات جديده. حتى صور التدريبات ما هيش نازله على البيدج الرسميه للنادي الاهلي. تركيز فيما هو قادم ومباريات صعبه ومهمه جدا. النهارده النادي الاهلي بيخلص تمارين جديده جماعيه استعدادا لمباراه يوم الثلاثاء اللي جاي قدام فريق سيراميكا كليوباترا ان شاء الله. كان في محاضره فيديو النهارده لمناقشه بعض النقط الفنيه اللي كابتن عماد النحاس حب يتكلم فيها مع اللعيبه، مع متابعه اخبار المصابين طبعا، واهمهم اشرف داري. لان اشرف داري لو اصبح جاهز قد تشهد القائمه المقبله ان شاء الله في المباراه مفاجات قويه جدا باستبعاد مجموعه من اللاعبين. دي سريعا اخبار الفريق الاول. وتعالوا نبدا بسرعه بقى فقره 5 ضحك وفرفشه من الجانب الابيض من المدينه. قال معانا النهارده اخبار كتيره جدا في سوق الانتقالات، وتاتيكم الفقره اليوم بعنوان تيجي يا حبيب اخوك تصيده يصيدك. طيب قبل ما نروح لايه موضوع تيجي تصيده يصيدك ده، تعالوا نروح يا جماعه لسقوط النهارده واحده من اهم النظريات المؤامره التاريخيه في تاريخ نادي الزمالك عن مباراه القرن، مباراه نهائي القرن التاسعه التاريخيه اللي نسك حواليها اساطير كتيره جدا. ده طيروا مرتضى منصور قبل الماتش، ده كارتيرون هربوه، ده ما اعرفش ايه اللي حصل. خلال الاسبوعين اللي فاتوا طلع امير مرتضى منصور اكد ان ممدوح عباس كان سبب طيران مرتضى منصور قبل المباراه بكام اسبوع وهروب كارتيرون من نادي الزمالك. اركن على دي نظريه مؤامره. خد بقى نظريه المؤامره النهارده اللي بتكشف من جديد. النظريه اللي لغايه دلوقتي بعض الزملكاويه معتقدين انها حقيقه وواقع، لما في مجموعه من اللعيبه سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك غابوا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا. لكن لا، هو بالنسبه لهم اللي غابوا من عندهم بسبب فيروس كورونا دي نظريه مؤامره وتلاعب في النتائج بتاعه اللعيبه. عشان يشاء ربك السميع العليم ايا طال مدى التدليس ولا الكذب ولا نظريات المؤامره بتتكشف. النهارده الونش في لقاء صحفي كشف عن اسباب غيابه عن لقاء مباراه القرن، وقال التالي. قال بالنسبه لموضوع التحاليل ده انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. انا لاعب من لعيبه نادي الزمالك اللي عمل التحاليل 3 مرات على التوالي. فعلا ما كانش ظاهر علينا اعراض زي ناس كتيره جدا في التوقيت ده، ولكن في ال3 تحاليل في 3 اماكن مختلفه تم اثبات ان انا عندي كورونا، عشان كده غبت عن المباراه. وادي نظريه جديده بتنزل تدشمل على الارض في نظريه من نظريات مؤامره نادي الزمالك. خلاص كده تعالوا بقى نروح لموضوع ايه تيجي تصيده يصيدك ده. النهارده زلزال في ازمه القمه باتم معنى الكلمه يا جماعه. ليه؟ طبعا النهارده انتوا سمعتوا الاخبار بتاعت ان لجنه الانضباط او التظلمات هتستدعي طه عزت اللي هو رئيس لجنه المسابقات اللي تابعه لرابطه الانديه. الله، طب ليه هيستدعوا طه عزت؟ ليه بقى يا حبيب اخوك؟ تعال اقول لك. النهارده ظهر نقطة مهمة جدا فاصلة في أزمة القمة عن ما هي الحالات اللي بيتم اعتبارها انسحاب من الحالات اللي لا تعتبر انسحاب. مين اللي لفت الانتباه للجنة الانضباط أو لجنة التظلمات للنقطة دي؟ بيان نادي الزمالك اللي طلع من 48 ساعة بيطالب لجنة التظلمات بضرورة حسم موقفها من القرار بتاع ازمه القمه قبل مباراه يوم 13 ما بين نادي الزمالك وما بين نادي بيراميدز. لان نادي الزمالك كتب في البيان بتاعه يا جماعه انا انسحبت السنه اللي فاتت واتطبق عليا عقوبه ال3 نقاط بعد المباراه وال3 نقاط في نهايه الموسم. انتوا عايزين تعاملوا النادي الاهلي معامله مختلفه ليه بقى؟ هنا كان التدقيق من اللجنه الخاصه بالتظلمات يا جماعه. فعلا لو ان في هنا مشكله، هنا رجعوا لرابطه الانديه. ممكن نعرف ايه سبب الاختلاف ده؟ وكان سبب الاختلاف حضرتك ان البنود بتاعه الانسحاب اللي كانت في البنود بتاعه السنه اللي فاتت اختلفت الموسم الحالي، واصبحت الحاله الوحيده اللي بيتم اعتبار فيها خلال الموسم ده ان الفريق يعتبر منسحب هو ان الفريق يوصل لارض الملعب
ويكون موجود في المباراه وفجاه ان هو يقرر قبل المباراه ما يلعبش، او بعد جزء ما من المباراه يقرر الانسحاب. وده اللي ما كانش موجود في اللوائح بتاعت السنه اللي فاتت. مين السبب في تغيير اللوائح دي وفي التلاعب ده؟ حاليا الظاهر هو استاذ طه عزت رئيس لجنه المسابقات الجديد المعروف بزملكاويته، اللي يبدو كده انه هو او غيره حطوا في اللائحه الجديده دي حاله تبرر لنادي الزمالك لو انسحب. ومتعوده دايما على مدار الثلاث سنين دول انسحاب في انسحاب في انسحاب، فنحط له حاله ملخفنه كده لن تنطبق على نادي الزمالك باي شكل من الاشكال، عشان لو انسحب من جديد ما نطبقش عليه عقوبه الست نقاط. وهي دي الحاله الاستثنائيه اللي النادي الاهلي طبقها بحذافيرها عشان لا يعتبر منسحب من المباراه، عشان شروط اقامه المباراه النادي الاهلي يحق ليه ان هو يطالب بيها بالكامل. وده اللي ياكد ايه يا جماعه؟ ده اللي ياكد ان كابتن بيبو الله عليك يا خطيب، الراجل اللي في ظرف 12 ساعه بالظبط من قرار اعلان طاقم تحكيم محلي لمباراه القمه، بعدها ب 12 ساعه كان واخد قراره ودارس لوائح وعارف الحاله الاستثنائيه واعلن قراره ولغايه دلوقتي من ساعتها لغايه دلوقتي الناس كلها عماله تلف حوالين نفسها، مش عارفين القوانين رايحه فين وجايه منين وايه اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت وبيحصل السنه دي. وده اللي ياكد برضو ان كابتن بيبو الله عليك يا لبيب هو اللي اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه في البيان اللي طلعه من كام يوم عشان يلفت الانتباه للجنه التظلمات انها تاخد بالها من حاجه جميله زي دي. هذا وقد اتتكم فقره 5 ضحك وفرفشه اليوم بعنوان يا وجع لا بقى دي مؤامره ولك الله يا زمالك. ولغايه اما نشوف ايه اللي هيحصل في مستجدات الازمه دي، تعالوا بقى نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات اللي مليانه النهارده باخبار مبشره جدا، الى جانب كمان مستجدات الاداره الفنيه. اخبط عينك على عداد اللايكات، طمني عليك في التعليقات. وفاكر من كام يوم لما جيت قلت لك ان بعض الناس اللي بتاعت الانفرادات والحصريات ان في ازمه في صفقه محمد علي بن رمضان وان الصفقه ما تمتش لغايه دلوقتي؟ محمد علي بن رمضان النهارده يا جماعه خرج من قائمه مباراته القادمه بكره ان شاء الله. فريق فرانك فاروتشي عنده مباراه بكره في الدوري المجري، فريقه خرجه بره القائمه تماما تمهيدا ان شاء الله ان اللاعب يوصل لمصر يعمل الكشف الطبي تمهيدا للاعلان عن الصفقه وبشكل نهائي. ده مش كده وبس، النادي الاهلي نسق مع منتخب تونس ان اللاعب يكون خارج القائمه المستدعاه في فتره التوقف الدولي اللي هتتعارض مع معسكر كاس العالم للانديه. ادي اول خبر سعيد. تعالوا بقى نروح للخبر اللي بعده. النهارده طبعا الكل تابع تفاصيل التحقيق بتاع زيزو داخل نادي الزمالك، بس تعالى اقول لك بقى على الجديد، ولله الحمد دايما بسبق بالجديد اللي هيجيب نهايه موضوع الفرق اللي بيحصل من نادي الزمالك. النهارده زيزو في التحقيق، ايه يا زيزو عامل ايه يا حبيبي؟ رحت للنادي الاهلي؟ لا والله. قال يعني اقول لهم رحت. طب ايه يا زيزو ما جيتش ليه الكام يوم اللي فاتوا دول تحضر التحيات؟ والله انا كنت خايف على نفسي، صورتي اتضرب بالجزمه، تيشيرت اترمى تحت عجله اتوبيس، ده اي ازاي يعني حضرتك؟ الله. طب جيت ليه دلوقتي؟ ببساطه لان انا بعت لاتحاد الكوره قلت لهم عايز التحقيق يحصل هناك وانا مش مانع في التحقيق، لكن اتحاد الكوره رفض، فانا مش عايز مشاكل، اديني جيت لكم اهو. نعم عايزين ايه؟ عايزين نعرف يا زيزو هو انت فعلا طلعت التاشيره بتاعت امريكا؟ يا سيدي طلعت التاشيره بتاعت امريكا عقبال عندكم كده رايح اصيف في ميامي، طالع اعاره، في عندكم اي مشكله؟ لا يا زيزو اتفضل والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا الاجتماع انتهى، مفيش اي حاجه نادي الزمالك يقدر يمسكها عليه لغايه دلوقتي في ظل حضور المحامي العقر السيد اشرف عبد العزيز معاه. فايه اللي عمله نادي الزمالك النهارده واللي سربته بعض المواقع؟ نادي الزمالك بعت للسفاره الامريكيه عشان يعرف نوع التاشيره بتاعه زيزو. يعني مع احترامي الكامل لكل المواقع الهيتيه اللي نادت اخبار زي دي، او نادي الزمالك نفسه لو هيتيه وبعت فعلا تساؤل زي ده للسفاره الامريكيه، اقدر اقول لك ان السفاره هترد عليه اللي عنده معزه يربطها. سفاره امريكا ما بتطلعش اي بيانات عن اي حد بيخرج تاشيره من هناك. اجيب لك بقى النهايه في القصه دي يا جماعه، ركز معايا عشان اجيب لك كلام ما سمعتوش في اي حته. موقع الفيفا بالصوره اللي انا بعرضها عليك دي اكد انه هيعطي تاشيرات استثنائيه من نوعيه بي 1 للرياضيين اللي ممكن يلعبوا في بطوله كاس العالم للانديه، والتاشيرات دي استثنائيه موجهه من الفيفا مباشره باسم اللاعب اللي ممكن يتواجد في البطوله، مش على ذمه ان خلي بالك هو هيروح مدعو من الفيفا انه احتمال يشارك في البطوله، مش على اسم النادي اللي هو مسافر ليه. هضرب مثال لحضرتك بشكل بسيط جدا، سوق الانتقالات الاستثنائي اللي هيتفتح بعد دور المجموعات لمده 5 ايام من يوم 27 ليوم 3، هو اي لاعب يعني على باب الله فجاه كده لقى نادي من الانديه المشاركه في المونديال قال له تعالى عايزك تشارك معاه، هيسافر ازاي؟ هيطلع تاشيره في 15 يوم؟ لا، هياخد التاشيره الاستثنائيه اللي الفيفا اعلنها على الموقع بتاعه، وهي دي اللي زيزو هيقدر يطلعها لغايه اما يسافر مع النادي الاهلي بعد الاعلان بتاع القائمه النهائيه. بس خلوا المعلومات دي في سركم يا جماعه، خليهم يلفوا حوالين نفسهم كده ويسالوا في الاخر هيضربوا دماغهم في اقرب حيطه. خلي معاك المعلومات دي عشان بعد كام يوم لما تطلع والناس تتكلم عنها نرجع ونقول حصل يا دوله في التعليقات. وتعالوا نروح للخبر السعيد اللي بعد كده. النادي الاهلي خلال ساعات سيعلن عن انتقال رسميا محمد سيحه حارس مرمى المقاولين العرب اللي كان منتقل لنادي الحرس ولعب معاه الموسم ده على سبيل الاعاره. الاتفاق
انتهى خلاص، مقابل 5 سنوات مقابل 25 مليون هيدفع منهم 10 و15 هيتقسطوا على مده سنتين. والحقيقه عايز اقول لك عن قصه سيحه، دي قصه من القصص اللي تسرح فيها كده وتتامل فيها عظمه يعني الدروس اللي بتحصل فيها، وان ربك مهما ياخر عليك خطوه ممكن تتعجب كده هي اتاخرت عليك ليه، في النهايه اعرف وتاكد ان ربنا شايل لك الخير في النهايه طالما بتعمل اللي عليك واستخرته وسالته. سيحه السنه اللي فاتت كان المفروض يروح الاسماعيلي، واللي طلبه كابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه هو واحمد رفعت. الانتقال تعطل في النهايه لان نادي المقاولين اتمسك بيه بعد ما قعد مفيش بالشهر ده بخناقه مع اداره نادي المقاولين، قالوا له بقول لك ايه اطلع اعاره، انت مالكش مكان اساسي اصلا. الولد انتقل لنادي حرس الحدود وتالق وكسر الدنيا، عشان في ظرف بعدها بكام شهر بعد ما كان هيروح لنادي الاسماعيلي براتب مليون جنيه، شوف ما شاء الله هيروح للنادي الاهلي ويتقاضى راتب قد ايه دلوقتي. ربنا بيدي دروس تتاملها كده وتعرف عظمته في اختيار القرار واختيار الانسب ليك في التوقيت المثالي. سيحه عشان اقول لك قد ايه هو اختيار مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي، اسمع الرقم ده اللي بناء عليه تم اختياره. اداء سيحه مش هقول لك على الكلين شيت، الكلين شيت دي احصائيه مضلله جدا في عالم حراسه المرمى، لا خد الاحصائيه دي. احمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال تصدى 45 تصدي حاسم من حوالي 22 مباراه، وده اللي بيساوي ان هو بيتصدى لهدفين كل مباراه ازاي ما اعرفش بصراحه. لكن محمد الشناوي يجي في المرتبه الثانيه بالنسبه لاحمد الشناوي. محمد الشناوي لعب 33 تصدى 33 تصدي حاسم خلال 21 مباراه بمعدل 1.5 تصدي حاسم في المباراه الواحده. سيحه يا جماعه تصدى 35 تصدي حاسم في 14 مباراه بمعدل 2.5 تصدي حاسم في المباراه الواحده، وهو ده اللي ادى الثقل واللمعان لسيحه عشان يكون اضافه قويه للنادي الاهلي خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله. ان كانت دي مفاجاه سعيده يا حبيب اخوك بالتزامن مع تجميد حمزه علاء، لان اللاعب اللي والله يقرر ينتقل لنادي منافس لينا الباب يفوت جمل المحكمه ليها 4 بيبان، والكلام ده منطبق على كل اللعيبه ومن ضمنهم رامي ربيعه اللي مدخل اخوه في الصفقه بيقول لهم ده وكيل اعمالي، انا عايز نسبه فوق ال 35 مليون جنيه اللي انا عايزه. انت متخيل؟ النادي الاهلي رد عليه قال له ده العرض بتاعنا، تيك ات اور ليف من هنا لغايه الاعلان عن القائمه بتاعه كاس العالم للانديه يا ابو خال، وكابتن رامي ما اعرفش ايه طالب 35 مليون جنيه، لك ان تتخيل يعني. فعشان كده النادي الاهلي بيتحرك خلال الساعات اللي فاتت وبرده خلص يعتبر في لاعب هو مفاجاه سعيده جدا بالنسبه لي، وهو ياسين مرعي لاعب نادي فاركو. ياسين مرعي مين اللي فاكر معايا يا جماعه بعد ما كان المشهد خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا عمرو الجزار او بعض الاسماء الثانيه المحليه داخل الدوري، ياسين مرعي اللي لما اتفرجت عليه في مباراه فاركو قد ايه كان ند قوي جدا لفيستون كرالا مايلي وقافل عليه ميه ونور. قلت يا جماعه الراجل ده بخروجه بالكوره، بانه لاعب اشول، بانه عنده 23 24 سنه يظهر بالامكانيات دي، ده محمد عبد المنعم الجديد. الموقف اتغير 180 درجه بعد مباراه فاركو، وحاليا النادي الاهلي بيتم الاتفاق على انتقال اللاعب بقيمه 40 مليون جنيه. لاعب شاب موهوب ما شاء الله من افضل المدافعين تقييما طوال الموسم، ولسه هيكون في تدعيم محلي تاني على مدار الايام اللي جايه ان شاء الله. فتعالوا نروح بقى للاخبار الاسعد كمان بالنسبه اعتقد يعني لجزء كبير من جمهور النادي الاهلي. انا عملت التصويت في بدايه الحلقه لكن اعتقد ان الكل قال لا دي مفاجاه سعيده. ايه المفاجاه السعيده؟ في عنوان حلقه الصبح قلت لك ان النهارده هيكون يوم حاسم جدا في ان النادي الاهلي يخلص مع جوزيه جوميز، لان النهارده كان عنده مباراه لو كان نجح ان هو كسب كان حسم باقي النقاط اللي كانت تتطلب بقائه في بطوله الدوري وخد خطوته الجديده في مسيرته بقى. ولكن النهارده جوزيه جوميز بيخسر قدام فريق الوحده في الدوري السعودي بنتيجه 1-0. موقفه يتعقد جدا بالصوره اللي انا بعرضها عليك كده، لدرجه ان من المركز حوالي ال 13 او ال 14 لغايه المراكز اللي بتصارع على الهبوط الفرق 3 نقط بس. اصبح قدام جوزيه جوميز مباراه قادمه قدام نادي الهلال السعودي اللي بيحارب على الصداره، وطبعا مش هيسيب له ال3 نقاط. عشان كده ده هيأخر جدا قدوم جوميز لو اداره النادي الاهلي مستقر عليه بشكل نهائي. لغايه امتى بقى؟ لغايه يوم 22 مايو، لغايه الجوله قبل الاخيره من عمر الدوري السعودي، اللي وقتها نادي الفتح السعودي هيكون بيواجه فريق ضمك اللي هيكون نازل المباراه بايديه واسنانه عايز يكسبها برده، لان فريق ضمك عنده في الجوله الاخيره نادي الاتحاد السعودي، فعشان يهرب من الهبوط لازم هيقدم مباراه قويه جدا قدام الفتح اللي بنسبه كبيره هيكون خارج خسران من نادي الهلال السعودي. فتره طويله جدا، يعني معناها ان النادي الاهلي منتظر او لازم ينتظر حوالي اسبوعين او 3 اسابيع لغايه اما يعرف دنيا جوزيه جوميز ايه اصلا. عشان كده كان من المنطقي ان النادي الاهلي يلتفت لبديل قوي جدا ظهر خلال الساعات اللي فاتت مع اخبار اعلانه انه اتفق مع ناديه على الانفصال بالتراضي، وهو المدير الفني الكرواتي صائد البطولات صاحب ال 42 سنه ميلوس ميلويفيتش. اقدر اقول لك ان انا لما بصيت للسي في بتاعه ايه ده يا جماعه، ده
ايه الجمال والحلاوه دي؟ 42 سنه، بادئ مسيرته التدريبيه بقاله 5 سنين، واخد 8 بطولات زي ما بقول لك كده، 8 بطولات مع 4 انديه اللي دربها، مفيش نادي دربه الا لما خد معاه بطولات. بدا مع فريق هرامبي في الدوري السويدي، خد معاه بطوله الدوري، راح بعد كده درب فريق مالمو في الدوري السويدي، خد معاه بطوله الكاس، درب نادي ريد ستار بيلجراد في صربيا وخد معاه بطوله الدوري وبطوله الكاس، الى جانب شويه حبشتكنات بقى بطولات ثانيه ما بين كاس وبطوله السوبر وما اعرفش ايه، لغايه اما انتقل لنادي الوصل الاماراتي، نجح ان هو يحصل معاهم على كاس وعلى بطوله الدوري. والراجل الكل بيتكلم عنه بيقدم يعني كوره هجوميه ممتعه جدا في خطه ال4 2 3 1. وحاليا اعتقد ان الراتب بتاعه مناسب جدا، لان لما حاولت اوصل لبعض المصادر يعني عشان نعرف الراتب بتاعه مع نادي الوصل الاماراتي اللي هم بيدفعوا اكبر رواتب، راتبه لا يتجاوز ال 2.5 مليون دولار، وده يعني نفس الراتب او يمكن اقل كمان من الراتب اللي كان بيتقاضاه مارسيل كولر مع النادي الاهلي. حل قوي جدا، اعتقد انضف بكتير جدا، مع احترامي لجوزيه جوميز في النهايه. لو جه للنادي الاهلي انت كمان قول لي رايك في التعليقات، تفضل مين فيهم. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه